انظر ماذا يقول الله للمنافقين والمنافقات في كتابه الكريم: ويعذب المنافقين والمنافقات. النبي ايش قال على اللي يشركون بالله سبحانه وتعالى؟ يجيبون اسم الله ويا شخص ثاني. والمشركين والمشركات. وعليهم ايش قال بعدين؟ الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المن للمشركين وللمنافقين واللي يظنون بالله الظن السوء. يعني بعض الناس يقول الله ما موجود، وبعض الناس يقول الله ما يستجاب دعوة، وبعض الناس كثير يحكي على الله سبحانه وتعالى، ينقوا على الله. واللي يحرق القرآن الله وحرقه ومزقه الله يحرق جسدك إن شاء الله. ويظنون بالله الظن السوء، يقول ما موجود، ويسوون أفعال المحرمة مثل اللوط ومثل الدياثة ومثل أشياء كثيرة. المنافقين منهم المنافقين اللي ينقلون الكلام بين هذا وهذا ويسوون شبثة ومشاكل. مثلا النسوان، بالذات النسوان، يعني صار حكي بيت أهله أو زوجها بيت زوجها، وجابت الحكي مع الشهر كامل، الشهر 3 أشهر كلها نقلتها أهلها، ومن أهلها وزعوه على المناطق الباقية. يعني الله لعنك ولعن المنافق، يعني ما تتوبين. هاي اللعنة تعرفين شنو اللعنة؟ نار جهنم وبئس المصير. والمشركين منهم المشركين هم الذين يشركون بالله. يعني مثلا أنا أقول وحق محمد وحق محمد وحق هذا المي وحق علي وحق فلان فلان فلان، هذا لا يجوز، حرام أصلا. يعني ما هو موجود أصلا بالقرآن قال لك تعال احلف بالفلان أو بالمي ومحمد والأئمة، وهذا ما موجود. على كل، الشرك والنفاق والظن بالسوء بالله هذا كله حرام. القرآن إذا تريد الحلال والحرام، القرآن موجود تقدر تعرف فيه شنو الحلال وشنو الحرام. مو تركض والله يوم القيامة تقول يا ربي إن اتبعنا سادتنا وكبرانا. خلي في يدك سادتنا وكبرانا يوم القيامة، عد تعال قل لي والله يا ربي ارجعني أعملها صالحة. الله شو يقول لك؟ كلا إنك كلمة قائلة. ففكر قبل لا تخطو الخطوة، واعرف دينك الصحيح، وحسبي الله ونعم الوكيل، والله يكسر ايدك. وهناك موعد مع الله كل من تعدى على الله سبحانه وتعالى وعلى قرآنه